اغتسل فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذا لم يعلموا. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الفضاء الجديد من فضاءات الفتوى التي نلقاكم فيها على الجزائرية الخامسة، قناة القرآن الكريم. فأهلا وسهلا بجميع مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكل المتواصلين معنا في هذا البرنامج. في بداية هذا اللقاء أرحب بصاحبي الفضيلة الدكتور سعيد بويزري، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة تيزي وزو، وأمين المجلس العلمي بذات الولاية. فمرحبا بك فضيلة الدكتور، وأهلا وسهلا بك. إذا للتواصل معنا في هذا البرنامج أحبة الإيمان، مشاهدينا الكرام، مشاهداتنا الكريمات، دائما أرقام التواصل في خدمتكم والتي ستظهر في الشاشة أدناه إن شاء الله: 021 37 42 87. ولمن يتعذر عليه الاتصال بالبرنامج مباشرة، البريد العادي والبريد الإلكتروني ورقم الفاكس في خدمة الجميع. شيخنا سعيد، ما زال الحديث متواصلا عن ركن السعي. تكلمنا بالأمس عن ركنية هذا، عن وجوب السعي. اليوم نتكلم إن شاء الله عن واجبات وسنن السعي، فلنبدأ بالواجبات إن شاء الله تعالى. ما هي واجبات السعي؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينا البارحة ركنية السعي بين الصفا والمروة، وأتينا بالأدلة التي تثبت وجوب وركنية هذا الركن أو هذا الواجب. ربنا سبحانه حينما قال في القرآن الكريم في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يفهم من هذه الآية أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج. ذكرنا أيضا شروط صحة هذا الركن في لقاء البارحة. إجابة عن سؤالكم أخي محمد صالح، أقول: واجبات السعي بين الصفا والمروة هناك 3 واجبات، أقولها نشرحها باختصار ليفهمها الجميع. نعم. الواجب الأول الاتيان بالسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة لمن وجب عليه طواف القدوم. نعود نشرح. نعم. اللي وجب عليه طواف القدوم، طواف القدوم أحد أنواع الطواف. نعم، أحد أنواع الطواف الذي كان طواف القدوم في حقه واجبا. شكون هما؟ المفرد والقارن، اللي دخل بالإفراد واللي دخل بالقران بين العمرة والحج، بين العمرة والحج، هذون واجب عليهم الاتيان بطواف القدوم. بالسعي واجب عليهم يجيبوا طواف القدوم أولا. نعم. أولا. طيب، هذون نقول لهم: يجب عليكم من واجبات السعي بين الصفا والمروة، يجب عليكما أو عليكم بلغة الجمع الاتيان بالسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة. قد يقول قائل: والمتمتع؟ نقول: المتمتع دخل بالعمرة، هذاك أصلا جاب السعي نتاع العمرة جابه. أما السعي نتاع الحج هذاك يجيبه بعد طواف الإفاضة. معلش نشرح الجزئية نتاع التمتع. اللي دخل بالتمتع معناه وصل، جاء عن طريق المدينة المنورة، ولا من هنا من مباشرة من الميقات نتاع الجحفة، ولا من أي ميقات كما شرحنا فيما سبق المواقيت المكانية. إذا دخل بالتمتع معناه يوصل قبل طبعا أيام الحج، قبل يوم التروية، يوم 8 من ذي الحجة، وهو اليوم الأول من أيام الحج. قبل ذلك 3 أيام، 4 أيام، 5 أيام، 8، 10 أيام لا هم،
هذه كله شرحناها فيما سبق. المهم إذا راح دخل بنية التمتع يوصل يجيب العمرة نتاعو عادي. طبعا جاب ركن هو الإحرام الأول جابه، يروح يدير الطواف حول الكعبة الشريفة 7 أشواط، يصلي ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم وهذه كلها شرحناها، وبعدين يروح المسعى يجيب السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم يتحلل يعني يحلق ولا يقصر ويتحلل. طيب تحلل كامل هذا الأمر شرحناه. هذا إذن جاب السعي بين الصفا والمروة جاء به بعد طواف صحيح. وقد ذكرنا البارحة أن من شروط صحة السعي أن يكون السعي مسبوقا بطواف صحيح. بطواف صحيح قد يكون واجبا بالنسبة لطواف القدوم، قد يكون طواف الإفاضة اللي هو طواف الإفاضة يسمى بركن، هذا أيضا هذا ركن من الأركان الحج. طيب إذن كخلاصة نقول الواجب الأول ضرورة الإتيان بالسعي بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة لمن وجب في حقه طواف القدوم. شكون هما؟ زوج صناف، يعني اللي يدخل عن طريق القران واللي يدخل عن طريق الإفراد، القارن والمفرد. أما بالنسبة للمتمتع وقد أتى بسعي العمرة كما شرحنا الآن، هذا يأتي بسعيه بعد طواف الإفاضة. إذن هذا الواجب الأول. الواجب الثاني هو أيضا مهم، يعني ضرورة المشي للركوب بالنسبة للقادر. القادر معناه اللي كان ماشي قادر هذا يعني العاجز يجوز له باش يركب. الآن الحمد لله كاين عجلات، يعني عربات، كان عربات مخصصة لهذا الشأن. كان عربات مخصصة لهذا الشأن. معناتها اللي راه بصحته واللي راه قادر هذا يجب عليه أن يسعى في المسعى بين الصفا والمروة ماشيا لا راكبا. هذا بالنسبة للقادر. أما العاجز تأتي الرخصة الشرعية للعاجز فيجوز له الركوب، يركب في عربة من العربات. نعم. طبعا الواجب الثالث الأخير هو أن يؤتى، وتقريبا تأكيد لما ذكرنا في صحة السعي، أن يؤتى بهذا السعي بعد طواف واجب، سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة. طبعا الفقهاء فصلوا بهذا التفصيل باش يعني السادة المشاهدين يكونوا على الصورة إن شاء الله. للسنن الآن شيخنا سعيد، سنن السعي الآن. طيب سنة السعي موجودة. من هذه السنن ولا أهم هذه السنن، السنة الأولى تقبيل الحجر الأسود أو الأسعد، تقبيل الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى. نشرح اللي هو معروف عند عموم الناس أنه الطواف باش يبدأ الطواف لازم يبدأ الروبير نتاعو، المعلم نتاعو الأساس هو الحجر الأسود. وهذه أيضا مشروحة هذه المسألة. الواحد يا ريت نهار اللي كان العدد قليل تاع الحجاج الإنسان يوصل براحته يروح يستلم الحجر الأسود وبعدين يشرع في الطواف. هذا معروف عند الناس. ولكن من السنن كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان قبل ما يبدأ في السعي بين الصفا والمروة يستلم الحجر الأسود، يعني دار الطواف نتاعو بعد تمام 7 أشواط يروح المقام إبراهيم يصلي ركعتي الطواف، الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، ثم يستلم الحجر الأسود ثم يخرج إلى المسعى. وقد ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الحديث الإمام مالك والإمام مسلم وغيرهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يروح المسعى يروح للمسعى بين الصفا والمروة، يروح يستلم الحجر الأسود ثم يذهب للإتيان بواجب السعي بين الصفا أو بركن الصفا والمروة. إذن هذه سنة. السنة الثانية قبل ذلك مكالمة شيخنا سعيد مع فاطمة من فرنسا. نعم
نعم يا فاطمة تفضلي. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤال ولا زوج ولا ثلاثة. معليش تفضلي. من فضلك، لي أمي نعم. يعني ماتت من 30 عام هكذاك، ربي يرحمها. رحمة الله عليها. كانت مريضة مرض طويل، يعني مرض مزمن، كانوا عندها بزاف أمراض مزمنين. نعم. ونحضر على رمضان ما كانتش تصوم بالك مدة 3 سنين 4 سنين الله أعلم شحال، وحبيت نخرج عليها، ماشي قادرة نصوم على راني كبيرة وعيانة حتى أنا عندي مرض مزمن. حبيت نسأل لي لا نقدر أن نخرج عليها الشهور اللي ما صامتهمش. نعم. يعني حابة تعرفي التقدير؟ لا نقدر نخرج عليها تقدير شحال نقدر نخرج عليها تاع 4 سنين أو 5 سنين. نعم. سؤال موالي. سؤال ثاني يا فاطمة تفضلي. فوالا يعني وإلا نقدر نخرج عليها من دراهم الزكاة. واضح. لا نقدر نخرج عليها من دراهم الزكاة. من دراهم الزكاة. زكاة المال تاعك انتيا. نعم. إيه. نعم. إيه نعم. والسؤال الثاني. تفضلي. نعم. والسؤال الثاني، عندي بنت رايحة إن شاء الله في هذه الأيامات، ربي يكمل لها تستبيت. ربي يثمر ويعمر إن شاء الله. ولا نقدر نعاونها بدراهم الزكاة كي يجوزوا فيها. نعم. السؤال الثالث. الثالث لي أنا عندي لي زوج ذراري معوقين، ربي يعطيني القوة. آمين يا رب العالمين. عندي بنت مشلولة خلاص، مشلولة يعني ما تحضر ما تمشي ما والو، راهي دير في 39 عام. نعم. وراهي مبلاصية مدة بالك 16 عام 17 عام في مركز تاع المعوقين. نعم. وهذاك المركز هي المسلمة الوحيدة العربية. ونهار اللي حطها باباها ما شرطوا عليه باللي يعني ما حطهاش طونك مسلمة، يعني هي تاكل حاجاتهم الخنزير. يعني مانيش متهنية منها، وكان اللي حطيتها باباها هو اللي حطها، وهما قال لك ما نقدروش يعني احنا هي الوحيدة ما يقدروش يعني يطيبوا على جالها باباها. نعم. أقبل. هذا اللي راه غابني، ولا يعني حبيت نعرف كيفاه الحل. فيه مراكز قريبة مثل هذه المراكز ولا لا؟ نعم. عندكم مراكز قريبة مثل هذا المركز للمعوقين؟ وين مراكز بصح هنا بعاد علينا، كيما أنا نسكن في بعيد، أنا نسكن في نيس وهي في الطليان. نعم. يوضح لك دكتور سعيد إن شاء الله. شكرا يا فاطمة، بارك الله فيك. ربي يبارك لكم ويحفظكم. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نور الهدى من العاصمة. نعم. الأخت نور الهدى تفضلي. نور الهدى. نعم. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا نور الهدى من تيزيزو. تفضلي معذرة. تفضلي. أولا أسأل الله العظيم أن يبارك في كل من ساهم في هذه الحصة. آمين يا رب العالمين. شكرا، بارك الله فيك. وأنا لدي جملة من الأسئلة. تفضلي. هل بودي أن أطرح جملة من الأسئلة؟ تفضلي يا نور الهدى تفضلي. السؤال الأول، هل يجب علينا أن نفضل بين العبادات؟ نعم. والسؤال الثاني، السؤال الأول، أعيد السؤال الأول. العقيدة والتوحيد. أعيد السؤال الأول. أعيد السؤال الأول. هل يجب علينا أن نفضل؟ نعم. ألو. تفضلي يا نور الهدى. نعم. السؤال الأول، هل يجب علينا أن نفضل بين العبادات؟ أن نفضل بين العبادات. مثل الصوم والصلاة أو أي عبادة كانت. نعم. والسؤال الثاني، بين العقيدة والتوحيد وعلم التوحيد. الفرق بين العقيدة وعلم التوحيد. بين العقيدة والتوحيد وعلم التوحيد وحده.
نعم. هل مفهوم؟ مفهوم. نعم. ما معنى كلمة أصول الفقه؟ وما هو الفقه وحده؟ ومعنى كلمة الأصول وحدها أيضا؟ وما معنى السؤال الخامس، ما معنى كلمة فقه العبادات؟ نعم. هل مفهوم؟ مفهوم. نعم. وأيضا أنا ما رانيش نشوف الحصة، راني في الجامعة، فكين الشيخ موسى إسماعيل. نعم. هل بودي أن يمنح لي رقم هاتفه والخط؟ ابقى على الخط الداخلي. والسلام عليكم. نمنحوك رقم الشخصي. إن لم يمنع يقول لي على الخط، بيسك أنا ما نشوفش الحصة. نعم. ابقى على الهاتف، ابقى. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تفضل شيخ سعيد. نعم. نعم، ما زلنا مع السنن. في محمد من ولاية شلف. نعم. معذرة يا شيخ. نعم. نعم يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نشكركم على الحصة هذه. شكر الله لك وبارك الله فيك. هذه سؤال فيما يخص الزواج. تفضل يا أخي. نعم. أنا عندي عمي متزوج بزوج نساء. نعم. الأولى أن احنا يعني راضعين، احنا راضعين من الزوجة الأولى وأولادها راضعين منا. أما الزوجة الثانية نحن مش راضعين منهم. نعم. ولكن أولاد الزوجة الثانية راضعين من الزوجة الأولى. فأنت السؤال تاعي. نعم. هل يحل لي الزواج من بنت من الزوجة الثانية؟ نعم. أنت رضعت من الزوجة الأولى تاع عمك. نعم. وولاد الزوجة الثانية رضعوا من الزوجة الأولى. الأولى. أيوة. واضح يا محمد. السؤال تاعي يعني هل يحل لي الزواج من بنت من الزوجة الثانية؟ احنا ما بيناتناش رضاعة بين الزوجة الثانية والإخوة. نعم. ببنت الزوجة الأولى. نعم. نعم. الزواج ببنت الزوجة الأولى. لا، الزوجة الثانية. نعم. الزوجة الأولى نحن راضعين. نعم. يعني نشكركم. ونحن يعني أنت وخوتك يعني محمد. نعم. يعني أنت وخوتك رضعتوا من مرت عمك الأولى. الأولى. واضح شيخ سعيد. واضح. أما الثانية ما نشرب نحن. واضح يا محمد. واضح. واضح. نعم. عندك سؤال آخر؟ أشكركم. شكرا. بارك الله فيك. شكرا. في أمان الله وحفظه. نعم. شيخ مع السنية ريثما يرفع على مسامعنا هذا المغرب. نعم. بالنسبة للسنن كمل الواجبات خلصناها. الآن سنن السعي. السنة الأولى تقبيل أو استلام الحجر الأسود قبل الخروج إلى المسعى كما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة الثانية الشرب من ماء زمزم أيضا كما ثبت من فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. السنة الثالثة الدعاء عند الصفا وعند المروة. يعني اللي يسعى الحاج أو الحاج كي يوصل إلى جبل الصفا يستقبل الكعبة المشرفة ويدعو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يكرر هذه الأدعية 3 مرات ويقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر، حتى تكمل الآية. إذا كان حافظ الله يبارك له، مش حافظ يمكن يستعين بدليل الحاج والمعتمر. إذن هذه السنة. هناك سنة أخرى أيضا مهمة: الإسراع بين الأخضرين العمودين الأخضرين اللصيقين بجدار المسجد الحرام. الهرولة يعني يهرول بالنسبة للرجال دون النساء. كي يوصل هذاك العلم الخضراء يعني يسرع قليل، يهرول، كي يوصل للنهاية توقف. هذا يعني يكرر تلك الهرولة سواء في الصفا في السعي بين الصفا والمروة أو بين المروة والصفا، يعني في الذهاب والإياب. هذه السنة. كم بقي الأذان باش نشوف إذا كان
ربما دقيقة أو دقيقتين. طيب إذن نواصل في السنة. نعم. وكذلك في شيء السنة أيضا مهمة، الصعود إلى جبل الصفا والصعود إلى جبل المروة، ولكن ننتبه، ما بقي من الجبلين إلى القليل من السنة الصعود للرجال أيضا دون النساء، ولكن الآن مع كثرة الزحام دار واحد الحواجز، الآن حواجز تمنع الصعود إلى هذه المنطقة الحجرية وإن كان أحجار. نعم. منعوها لماذا؟ لتفادي الزحام ورفعا للحرج. ولكن نؤكد رفعا للحرج عن كل الحجاج والمعتمرين، نقول لهم إن الصعود إلى جبلي الصفا والمروة يفيد مطلق الصعود، ولو وصل الساعي إلى أسفل جبل الصفا وأسفل جبل المروة هذا القدر يجزئ ويبرئ الذمة. إذن هناك السنة الأخيرة وهي الدعاء، يعني الدعاء والذكر، سواء في جبلي الصفا والمروة عند البداية وعند الوصول إلى المروة، وهكذا يتكرر الدعاء مع الآية ذكرناها. وكذلك وهو يسعى ماذا يفعل الساعي؟ يسكت؟ لا يسكت، يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم، يذكر الله عز وجل، سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو لأهله ولنفسه ولعائلته ولأمته ولمرضى المسلمين ولموتى المسلمين. يعني التزام الدعاء في السعي بين الصفا والمروة هذا من السنن. يعني لو افترضنا شخصا راه يسعى بين الصفا والمروة ولا يذكر ولا يقرأ ولا يدعو، نقول سعيه صحيح ولكن أغفل سنة من السنن. شكر الله لك وبارك الله فيك فضيلة الدكتور. إذن يرفع على مسامعنا أذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للعاصمة وما جاورها من المدن. يرفع الآن على مسامعنا آذان صلاة المغرب بحسب التوقيت المحلي للجزائر العاصمة وضواحيها. الله أكبر، الله أكبر. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والنوال إن شاء الله. بكلامكم شيخنا سعيد عن السعي وواجباته وسنيته والسنن المطلوبة في السعي، نكون قد أنهينا الموضوع إن شاء الله تعالى. لنبدأ في الأسئلة الواردة إلينا. الأسئلة كثيرة شيخنا سعيد التي وردت، ونبدأ مع سميرة من العاصمة. سميرة من العاصمة اتصلت بنا قبل بداية الحصة، تقول عن ابنها أنه ابن 18 سنة كان لا يخرج من البيت بسبب أنه مريض بمرض القلق. أتينا له براق فقال إنه مسحور لما أجرى له الرقية ووقع عليه سحر وهو في 2 عام من عمره. الآن وقال لها الراقي عن طريق الجن، يعني استعمل له السحر عن طريق الجن. تسأل سميرة هل هم موجودون يعني الجن، وتقول منذ عام وهو يرقي الابن ولكن دون نفع وجدوى، بل زاد الأمر سوءا يعني بسبب كلام الراقي. نعم. في الحقيقة هذا السؤال يطرح جملة من الإشكالات. نعم. هي كما قالت في مقدمة سؤالها كان مريضا بالقلق، والقلق كما يقال هو مرض العصر، مونغواس، هكذا قالت لك في التليفون. نعم. مونغواس. نعم. القلق هو مرض العصر. مما أذكره في هذا الباب أحد العلماء الكبار اسمه إدوارد سبنسر جولز. هذا عالم كبير، مما قاله في كتبه يقول أنه معظم العمليات الجراحية البيولوجية لا داعي لها. هو هكذا يقول. لما؟ قال لك لأنه هذه العمليات الجراحية تعالج الأعراض ولا تعالج أصول الأمراض. تلقى واحد عنده اكتئاب، عنده قلق، عنده هذا الاسترس إلى آخره، والقلق والانغواس هذا. لكن السنة والقرآن الكريم لم يشر إلى القلق تماما. نعم. لذلك أشار إلى الغضب. الغضب. نعم. ابن معلش نكمل بعد نرجع ماذا قال ابن تيمية. بارك الله فيك. فيقول أنه هذا المرض، نعم، هذا القلق من أعراضه ممكن ومن آثاره ممكن واحد يكون عنده الإلسار،
نعم. القرحة نتاع المعدة. نعم. فبالتالي علاج هذه القرحة هو مهما كان علاجه طويلا لن يكون فاعلا إلا إذا كان هذاك المريض عالج أصول هذا المرض اللي هو الجانب النفسي. لذلك صدق الله عز وجل حينما قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. هذه التزكية هي من العلاجات الفاعلة للنفس البشري باش ما تمرضش. نعم. ابن تيمية مما أثر عنه رحمه الله رحمة الله عليه كان يقرأ آيات السكينة إذا شعر بنوع من الإرهاق والإعياء النفسي وتوتر النفسي يقرأ آيات السكينة كقوله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ويقرأ آيات القرآن الكريم في مثل قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ويقرأ آيات السكينة وآيات يعني وهي كثيرة جدا في صور عديدة وردت آيات السكينة. ويقرأ آيات أخرى سورة يوسف النبي صلى الله عليه وسلم قال كما يقرأها محزون حتى يعني يزول عنه الحزن. سورة يوسف العجيبة جدا فيها واحد الآيات العجيبة والأدوية والفاعلة الناجحة الشافية الكافية. حبيت نقول لما يسمعها بصوت الشيخ عبد الباسط يزدادوا خشوعا ويزدادوا إن شاء الله وشيء مجرب يعني. نعم سبحان الله. نعم. حتى اللي ما يفهموش يعني في الغرب وكان كما وردت بعض الأخبار من مصادر موثوقة. نعم. يسمعوا التلاوة الرائعة من قبل مشايخ منهم اللي ذكرته الشيخ عباس عبد الصمد الله يرحمه ويرحم جميع موتى المسلمين ومقرئي القرآن في بلاد الإسلام يعني يشعرون بسعادة لا مثيل لها لا يستطيعون تفسيرها. ولكن هذه ملاحظة واحدة. الملاحظة الثانية مما يؤسف له اللجوء إلى الرقية مباشرة. هذا خطأ. موش واحد أي مرض أي حالة يعني يصاب بها الإنسان مباشرة إلى الرقية ولا يسترقون. ما نخشاه أن يصبح 50% من المسلمين 50% مرضى و50% رقاة. يعني هذه الظاهرة كي تكبر هكذا نتصور ربما في المستقبل 50% من المسلمين مرضى و50% رقاة. أنا نسميهم للرقيولوج نسبة إلى نفرولوج وراديولوج إلى آخره. الرقية الشرعية بشروطها وضوابطها مشروعة. ارقي نفسك بنفسك مشروع بشروطها. نعم. الإنسان يرقي نفسه بنفسه. قال القرآن الكريم يعني الوقت لا يسمح باش نفصل في هذا الأمر ولكن فقط أريد التنبيه إلى هذه الظاهرة ظاهرة اللجوء إلى الرقاة يعني بشكل سريع دون اللجوء إلى الأطباء إلى أهل الخبرة إلى أهل العلم ابتداء. إذا عجز الطب يقول لك احنا هذا المرض ما نقدرولوش يعني خارج عن نطاق الطب عن تخصصات الطب وعلم النفس وغيرها ثم لا حرج أن يختار أن يلجأ المريض إلى الراقي المؤتمن الملتزم بقواعد الشريعة الإسلامية في الرقية الشرعية. الأمر الثالث مما أيضا يؤسف له هذه التواريخ التي تضبط. يقول الجن ادخل في سنة كذا ادخل في سنة كذا. نطالب بالدليل. كيف يعني الإنسان يعرف؟ هذا شيء من الغيب. نعم هذا من الغيب. الماضي هو شيء من الغيب. الماضي غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وطبعا المريض في هذه الحالة ممكن يتقبل أي شيء وكان بعضهم حتى يقول له أكثر من ذلك يقول له هذا سحور داروا فلان ودارته فلانة عمتك خالتك جدك جارتك إلى آخره وبعدين الأرحام تتقطع والعلاقات تتفرق وما يبقى حد شيء. فبالتالي إذن هناك مخالفات في هذا الباب. طبعا كلامي لا ينصرف إلى الرقاة الذين يلتزمون بشريعة الله عز وجل ولكن ينصرف إلى من لا ينضبط بضوابط الشريعة. طبعا يدخل منذ سنة بعد الرقية مصر ولا شيء زاد الأمر سوءا. نقول الشفاء في يد الله عز وجل. أنت يا الأخت الكريمة عليك باتخاذ الأسباب وانتظار النتائج عند الله سبحانه وتعالى. كي ندعو الله عز وجل نديروا رقية ونديروا حتى دواك واحد كيروح عند الطبيب يدير دياغنوستيك يعني كشف نتاعو صحيح كل شيء يقولوا هاو جيب هذا الدواء والشفاء في يد ربي لأن الدواء ما هو إلا سبب ورب سبحانه هو مسبب الأسباب ومعطل الأسباب. هذه من عقيدتنا الصافية. لذلك نقول الأخت الكريمة أنت ديرت الأسباب تبع الأسباب السليمة الشرعية من اللجوء إلى الأطباء إلى المختصين في علم النفس من أجل علاج وليدك ربي يشفيه إن شاء الله ويشفي جميع مرضى المسلمين. ولا حرج أيضا اللجوء إلى الرقاة اللي يطبقوا الشريعة الإسلامية في مجال الرقية
وانتظري من عند ربي سبحانه الشفاء، لأن ربي هو اللي قرر متى يكون الشفاء. ولا تيأسي من روح الله. نعم. إلى الرسائل الواردة شيخنا سعيد واطلعت عليها وقرأتها واحدة واحدة. نعم. نبدأ برسالة زهرة من سطيف. نعم. نعم. زهرة من سطيف قرأت رسالتها وكتبت ملخص الرسالة هو الآن بين يدي. نعم. ولكن الأخت زهرة من سطيف واللي يهم الأمر لازم ينتبه جيدا، لأن المسألة فيها مواريث وفيها تفاصيل دقيقة جدا. هي تقول هي متزوجة بالزوج الأول. نعم. متزوجة بالزوج الأول واستفادت من قطعة أرض، هي تقول من البلدية بدون وثائق. ولها بنتين. ولها بنتين. نعلق برك على هذه وأنا أقرأ هذه. نعم. أولا نقول يا الأخت الكريمة، يعني لا أدري كيف تمنح لك قطعة أرض بدون وثائق. هذا السؤال أطرحه من ناحية القانونية. ربما دون وثائق الملكية. تملك. البلدية حينما تمنح يعني الجهة الرسمية القانونية حينما تمنح عقارا لأي مواطن من المواطنين لا يمكن أن تمنحه بغير وثائق. نعم. هو بيننا صحيح، بين البشر هكذا، بين المواطنين ممكن خويا محمد ممكن تبيع لي قطعة أرض ولا نبيع لك قطعة أرض بيني وبينك هكذا بالثقة وكذا إلى آخره، وإن كان هذا الأمر موجود يعني سابقا بشكل كثير، ولكن الأحسن مهما كانت الثقة بيننا نروح نوثق هذه المعاملة التي بيني وبينك. فبالتالي إذن هذا سؤال أطرحه. نعم. بعد تقول لها بنتان. شيخنا سعيد نتلقى مكالمتين ثم نجيب عن باقي الأسئلة، وبهذه المكالمتين نتوقف عن استقبال المكالمات لأن لدينا الكثير من الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها. أول مكالمة كهينة من تيزي وزو. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام أهلا عليكم. وسهلا. الشيخ تفضلي، هو في الاستماع إليك. معلش نطبق قبيلية. نعم ممكن جدا، تفضلي. ايه صحيح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ طفل تعرف ديونا لا رئيس 10 سنين. ايوه. الو. انا مسلغ تعرف ديونا 10 سنين. أبخي شغل جاي. الو. نعم. لا يلبس الخبالة طفل في وقت الظهر جيد. الو. انا مسلغ تسمع في وقت الظهر في جيد يقول في واحد لا قبل خليت قلقة شو نعمل مع لوبيتال المعهد العقلي توزعم في خدمة. يوعديك مس الزواج؟ يوعدي وقايا خرايش. بعد يجاكم. جيد الشيخ ترى عريت الأخبار وحسب لا تيلي هتشوفي لك أنت سمحتي. أنا عم قليل تسوي لا في لوبيتال الودعي شيء. في لوبيتال يتصور ذاك ثورة. إيه شميل الشوط مليح. نعم. سمحي لا شو لين جراوان نخاطي. لا الشيخ. يسكت لي استاذي يصنع ماشي استاذي يصنع ماشي. لا لا صح تقلق مليح قليلة غير في شهر. نعم. أكمل جواب ما تقلي قارن شاء أكمل جواب ثورة إن شاء الله. إيه صافي الأعمال وأنا هذه بتفرض الأعمال. أمين أجمعك مهنا. نسدي العلا سمحتي تقلق مليح. السلام عليكم وربي يشفى إن شاء الله. شكرا يا كهينة. فاطمة من ولاية البليدة. نعم أخت فاطمة تفضلي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول حاجة عندي سؤالين هنايا. تفضلي يا فاطمة. نعم. السؤال الأول فيما يخص الحج. نعم. عندي الوالدة تاعي شوية مريضة، عندها مرض خبيث وعافاكم الله. شفاء الله. الحمد لله. نعم. داوات وراهي صابرة الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. ولكن حدثت واحد حج. العلم هي عندها 64 سنة. نعم. ألو. نعم تفضلي. سمعوني. نعم. حدثت واحد حج والوالد تاعي حي لبس عليه زعما صحيا ولا لو كان حتى يعول ماديا نقدروا نعاونوه يقدر يحج. نعم. فهمتني. أنا ما حبش يروح يحج هذا العام، قال لك ما نقدرش يتو. المشكلة وكاين وشنو هو الحل؟ ندعو له ربي يهديه، هذيك حاجة طبيعية. صح المشكلة قائمة وشنو هو الحل؟ اسكو تقدر هذا المرأة تروح مع العلم أنها كانت تخدم وتسافر محسوب ماشي اللي عمرها ما خرجت وحدها. تقدر تروح بدون محرم للحج ولا لا؟ هذا نمرو 1. ألو؟ نعم. السؤال الثاني اللي حبيت نسقسيه هو على التبني. تبني شرعا وفي القانون محسوب. فاطمة هو الوالد قال ما نديش هذا العام فقط ولا على الدوام دائما؟ شوف الله هو ما صرحش زعما النية اللي عنده مانع هكذا باين، قالنا ما نروحش على جال هذاك السبب ما كانش. قالنا ظروفي ما نقدرش هذا العام، ربما ما قالناش العام الجاي ولا العام اللي من هيك ولا
بصح زعما صحيا ولا حتى ماديا نقدر نقول يقدر، فهمتني؟ نعم. ربي يهديه، وحنا ترجيناه على كل حال يتوب، بصح ما وافقش، كان ما عندناش حل واحد اخر ما نفرضوش عليه. نعم. سؤال ثاني. السؤال الثاني فيما يخص موضوع التبني. نعم. على بالي باللي في الشريعه التبني بالوثائق يتو حرام. نعم. هذه مفروغ منها، ولكن انا حبيت محسوب بدون وثائق، ماشي تبني رسمي عن طريق الطريقه القانونيه. نعم. وانما تبني محسوب. انا يا ربي ان شاء الله ما ترزقنيش وليدات، تزوجت وعندي مشكل تاع الولاده، الزوج تاعي ما يولدش. نعم. ثم حبيت لو كان نتبنى طفل. احيانا هو زوجي ما رفضش، في نفس الوقت ما وافقش، فهمتني؟ شغل متردد، يقول لك لو كان يتيم، لو كان ما نضمنوش ان شاء الله كيفاش يكون في المستقبل، ربما ندير ذنوب وماناش عارفين هذا ولد محسوب على في الكلمه هذا متخوف يعني. متخوف يعطيك الصحه. وانا حتى هذاك التخوف شغل خلاني حتى انا نتخوف ونقول بالك لا وبالك سبحان الله هذا طفل ماناش عارفين اصله منين ولا كيفاه، هيك فهمني. انا من جانب الاحسان الى اليتيم حبيت، من جانب التردد والتخوف كاين، بس والله ما عرفت كيفاش ندير. ماذا ديالو كان ترفحوا لي شويه. يوضح لك الشيخ سعيد ان شاء الله. بارك الله فيك. وربي يهديكم وشكرا جزيلا. امين ان شاء الله. ربي يبارك فيك. بارك الله فيك. امين يا رب. لينا ولك ان شاء الله ولجميع المشاهدين الكرام. بارك الله فيك. من فضل الدعاء لنا ولك ان شاء الله بالتوفيق والهدايه والسداد ان شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. امين. شكرا. نتواصل مع رسالة زهرة من ولاية سطيف. نعم يا شيخ سعيد. نعم الأخت زهرة من سطيف. إذا علقنا على موضوع استفادتها من قطعة أرض من البلدية، وبعدين زوجها مات زوجها وكان عندها زوج بنات، لها بنتان هكذا. نعم. طيب نبداها برك منا، نقول لك من الناحية الشرعية الفريضة واش تقول؟ مادام زوجك الأول اللي مات خلاك أنت صاحبة الثمن، أنت صاحبة الثمن، والبنتان الأولى والثانية في زوج عندهم الثلثان. كي نديروا الثمن مع الثلثان يبقى هناك شيء في الميراث، يبقى في الميراث. نعم. الشيء اللي يبقى يؤول يروح إلى العصبة حسب الأولية نتاعهم إن وجدوا. إذا كان هناك عصبة هما اللي يورثوا، إذا ما كانش عصبة يرجع الباقي هذاك يرجع إلى البنتين ردا ويقسم بينهما بالتساوي. هذا بالنسبة لميراثك يا الأخت زهرة من زوجك الأول، هذه واضحة. الأخت زهرة عودة زواج بزوجها الثاني. الآن الزوج الثاني هذا واش دار؟ بنى على هذيك الأرض دون استشارتها كما ورد في الرسالة، وجعل الوثائق على اسمه. وجعل الوثائق على اسمه ولا يمكن تغييرها. نعم. نقول لك يا الأخت زهرة، إذا كان هذا الأرض أنت منحت لك أنت من ناحية الشرعية نتاعك، لا يجوز للزوج الثاني باش يستولي عليها بأي حق من الحقوق، بأي طريقة من الطرق. معنى الشيء اللي داروا لا يصح، لا يجوز شرعا. ولكن نحن الآن أمام الأمر الواقع. مادام قلتي درك دار وثائق وبنى مسكن من بعد مات. طيب درك أنا أجبت يعني في الحقيقة عن هذه النقطة. نقولوا الشيء اللي داروا عبارة عن استيلاء على القطعة الأرضية هذه بغير وجه حق. هذا لا يجوز، وقد أفضى إلى ربه في الآخرة. الشيء اللي داروا لا يجوز. ولكن إذا كان وثائق موجودة على اسمه خلاص، يعني ما تقدريش ديري تصحيح في هذا المجال. وربما يكون هذا عن طريق القضاء بإجراءات معقدة كثيرة تطول الإجراءات، لا أدري كيف تكون النتيجة في النهاية. طيب وبعدين عندك من هذا الزوج الثاني ابن وبنت، ولكن هذا الزوج الثاني عنده بنت من زواج سابق. لذلك أنت قلت ربيبة، صحيح الربيبة بالنسبة لك. نعم. بالنسبة لك. ولكن هو كي مات الزوج الثاني شكون خلى الزوجة الزهرة السائلة يعني انتيا، وخلى ابن وليده، وخلى زوج بنات، خاطر بناته واحدة البنت معك وبنت أخرى من زواج سابق من زوجة أخرى. طيب كيفاش نقسموا الفريضة نتاعو؟ نقولوا أنت دائما عندك نصيب الثمن، ترثين الثمن مما ترك زوجك، هذاك المسكن ولا دراهم ولا واش خلى كامل. هي المسألة كلها على الأرض.
على الأرض. نعم. والابن وزوج بنات هذوك يديو الباقي. الآن نخاطبوا هذا الابن، طبعا هو ثاني أيضا زاد مات، نخاطبوا هؤلاء الورثة. يعني أصابها الله بمصيبة الموت. نعم. الزوج الأول، الزوج الثاني، البنت، الابن. نقول لهم لهذو الأولاد. نعم. يعني أنصحهم، نقول لهم باللي إذا كان استيقنتم وتأكدتم بأن هذه القطعة الأرضية نتاع الأخت زهرة، يعني نتاعك انتيا، ننصحهم باش يردوا الحق إلى أصحابه معناتها يورثوا فقط من خالص ميراثه هو. معنى لازم تتصفى التركة نتاعو بالطريقة الشرعية. نعم. الإنسان ما يلزمش يورث الشيء اللي ما عندوش حق يورثه، لازم يأكل من الحلال. ربي قال في القرآن الكريم ما تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. طيب هذه ملاحظة. وبعدين انت قلتي باللي هذاك الابن بعد 7 سنوات من وفاة والده زاد هو مات صغير، ثم ماتت ابنتها، واحدة من بناتها من الزوج الأول. نعم. الزوج الأول زادت ماتت. هي تقول في الأخير هل أبناء أخ الزوج الثاني لهم الحق في الميراث؟ لهم الحق في الميراث. الجواب مادام الزوج الثاني هذا كي مات خلى ابن إذن أبناء الأخ الشقيق مات لا. يا شيخ. نعم الابن مات. لا احنا نرجعوا للأصل، لأنه احنا عندنا عادة في الجزائر، ربما هذه يجي نهار نتكلم عليها بالتفصيل. نعم. وهي تأخير قسمة المواريث. نعم. هذه التأخير لا يعطل الأحكام الشرعية، لا يعطل الأحكام الشرعية إطلاقا. بمعنى نشوفوا وقت استحقاق الميراث، إذا كان افترضوا هذا الزوج الثاني، ونتمنى الإخوة والإخوات كي يرسلونا يحدوا لنا التواريخ، هذه مسألة مهمة. نعم. كي يقول فلان مات وقتاش مات، ويتركوا يعني وسائل التواصل بين يعني فيه رقم نعم. الهاتف. نعم. رقم الهاتف باش نتواصلوا معكم إذا كان عندنا أي إشكال. نعم. نتصلوا بكم. قال يا فلان ما فهمناش هذه المسألة. يعني عندنا بزاف بارد كما وقع مع الأخ بن خليس عبد الرحمن الذي اتصل بالأمس، والذي إن شاء الله بعد حين سنجيبه إن شاء الله. هو على كل حال اتصل بنا جزاه الله خير، ولكن الآخرين ما قدروش يتصلوا ولا. فبالتالي ماذا بك تعطيونا التواريخ، كي تقول فلان مات قل، وحتى كتذكروا الأسماء حنا ما نذكروهاش. ما نذكروش الأسماء. فبالتالي تقول فلان مات كما الزوج الثاني هذا، نقول لك متى مات، ولكن الذي استنبطته من خلال قراءة الرسالة أنه مات الأول. هو أول من مات. نعم. مادام هو اللي مات الأول، معناتها شكون الورثة نتاعو في ذلك الوقت عند استحقاق الميراث؟ الزوجة نتاعو هي السائلة الأخت زهرة، عندك الثمن، والباقي مات سنة 99 ذكرت في سنة 1999 بعد 7 سنوات مات الابن. طيب بعد 7 سنوات مات الابن من الزوج الثاني. طيب إذن في 99 نهار اللي مات زوجك الثاني. ثم شيخ بأن نضبطوا التواريخ، بعد مرور 2 سنين بعد 7 سنوات ماتت البنت من الزوج الأول. طيب إذن نبداو بالزوج الثاني. نعم. الزوج الثاني مات في 1999. شكون الورثة نتاعو؟ أنت صاحبة الثمن، والباقي كله يورث من قبل الابن الحي وقتها، وزوج البنات بالتعصيب طبقا لقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. هكذا. نعم. معناتها أبناء الإخوة، أبناء الأخ الشقيق لا يرثون شيئا خطر محجوبين. الآن نرجعوا الابن هذا اللي مات بعد 7 سنوات هكذا. نعم. في سنة 2006. في 2006 مات الابن. في 2006 شكون خلى الأم. أنت الأخت زهرة بالنسبة لهذا الابن تعتبرين أما، أنت صاحبة السدس هنا في حقه، ترثين السدس من ميراث الابن. نعم. ميراث الابن. نعم. هذاك اللي ورثه هو من باباه، أنت عندك منه السدس انسيزيان في 6. والبنت هذيك وزوج بنات هذوك هما أخواتات. الأختان الشقيقتان عندهم الثلثان. لماذا؟ لانفرادهما وعدم وجود عاصب. فيه واحدة متوفية يا شيخ البنات. لا، اللي توفات هذيك البنت من الزوج الأول. نعم. توفيت إحدى بناتي من الزوج الأول. نعم. وبقيت أنا زهرة، وبنت من الزوج الأول، وبنت من الزوج الثاني. إذن أشكون اللي بقات زوج بنات من الزوج الثاني. بالنسبة لهذا الابن اللي مات يعتبر أختان شقيقتان هكذا. واحدة أخت شقيقة
فيه الربيبة يا شيخ. فيه نعم الربيبة وفيه بنت من الزوج الثاني. نعم نجيبوهم كامل. نعم يعني ليسوا شقيقتين. نعم. ليسوا شقيقتين. نعم هذيك البنت نعم اللي من الزوج الثاني واللي من زهرة تعتبر أخت شقيقة. أخت شقيقة ترث النصف. ترث النصف خطر أخت شقيقة. نعم. أما الأختان هذيك الأخت اللي أب. هذيك من الأب هذيك نعم. أخت من جهة الأب. نعم. أخت من جهة الأب. والربيبة الأخرى لا هذيك خاطئ. نعم. هذيك لا ترث. أما الأخت من جهة الأب ترث السدس تكملة للثلثين. نعم. إذن أعيد ميراث الابن اللي مات في 2006 كيفاش نقسموه؟ زهرة السائلة هنا عندها صفة الأم ترث السدس لوجود الإخوة لوجود الأخوات زوج أخوات ترث السدس. نعم. أما الأخت الشقيقة ترث النصف. أما الأخت من جهة الأب هذيك بين قوسين اسمتها ربيبة هذيك ترث السدس تكملة للثلثين. والشيء اللي بقى يؤول إلى أبناء العم خاطر ماهوش أبناء أخ شقيق يوليو في حق ميراثه هو الابن المتوفى يوليو أبناء العم. وأبناء العم يعتبرون عصبة بالنفس وارثون. الأخت زهرة نوجه لك آخر نداء إذا كان ما استوعبتيش التفاصيل زيدي راسلينا واعطينا التليفون ولا كيف نرسلوك نعطيو لك الإجابة. نعم. الإجابة مفصلة مكتوبة. نعم. فيه مناسخة يا شيخ طبعا هذه مناسخة. نعم. لو كان عالجت هذه القضية عن طريق المناسخة أحتاج إلى سبورة فبالتالي على بالي يعني يصعب جدا. نعم يصعب ولكن فقط اللي يهمني في مثل هذا اللقاء أنه نبين أصحاب الحقوق. نعم. والمعني بالأمر مستعدين نعطيه له الإجابة مكتوبة مفصلة. نعم. شيخ بن خريس عبد الرحمن اتصل بنا بالأمس ولكن نرى أن نرجئ سؤاله لإجابة إخواننا المتصلين اليوم. معلش. هو أيضا سؤاله معقد أيضا وضعت هنا هذه الشجرة مفصلة. نعم. بعد الحصة البارحة نعم. يتصل بالقناة ورديت عليه وأعطاني تفاصيل لم ترد في المراسلة مع أن الخطأ كان منه هو. نعم. لأنه أورد لنا بسؤال خاطئ يعني في النسبة المورث نعم. للميت. لذلك ننصح الواحد نعم. كي يطرح السؤال في الميراث يدقق لأنه حسب المعطيات اللي يكون الجواب. هو قال ابن عمة المتوفى معنى يولي هنا ابن خال. ابن خال فهو لا يرث من ذوي الأرحام. لا يرث. ولكن يا الأخ عبد الرحمن من بوسعادة أنت ترث. نعم. ولكن ما دام المسألة معقدة نعم. نزلنا عند رأيك نرجئها. نعم. إلى يوم الأحد إن شاء الله. إن شاء الله وليكن يوم الأحد بإذن الله وقوته. إن شاء الله. نبدأ مع أول متصلة فاطمة من فرنسا. نعم. الوالدة ماتت منذ 30 سنة كانت مريضة بأمراض مزمنة فلم تصم يعني منذ حوالي 4 أو 5 سنوات. الآن كيف تخرج الفدية عنها وكيف تفعل وهل تخرج الفدية من مال الزكاة؟ نجاوب باختصار نقول لك أنت بارك الله فيك فكرتي في ماك ربي يرحمها برحمته الواسعة. وحنا في هذا المنبر قدرنا يعني الفدية أقلها 25 دينار. حنتكلم بالدينار الجزائري. هي في فرنسا شيخ. في فرنسا طبعا. هي تسأل حنا اللي يهمنا أنه من قوت أهل البلد. حنا كيلو واحد كيلو قيس نصف كيلو. نعم. هم عندهم زكاة الفطر حوالي 5 أورو للفرد. طيب ربع زكاة الفطر. ربع الزكاة تكون حوالي 1 أورو شيء تقريبا. حنا ربع الزكاة حنا عندنا 10000 100 دينار. ربع زكاة الفطر 25 دينار قدرناها بالربع. صافي انت شفي برك انكار. شوفي شحال تقدموا زكاة الفطر في فرنسا 1.25. طيب وتخرجي الربع صافي يولي 1.25 أورو لكل عن كل يوم. كل يوم يعني كل يوم تفطرين تطعمين مسكينا واحدا. إذا كانت هي 3 ولا 4 ولا 5 سنوات كما قلتي معناها 3 شهور ولا 5 شهور ديري على الغالب. يعني العبرة بالغالب ما غلب على ظنك باش يعني تبعدي الوسواس والشكوك. ديري على 5 شهور وتخرجي القيمة. ديري الحساب نتاعك 1.25 أورو لكل مسكين. نعم. وتبرؤ إذا قدرناها ربع أشهر. أيوة 30 60 120 يوم. نعم. نعم تكون 150 أورو تقريبا حوالي 150 أورو
هذه تجزئ إن شاء الله وتعالى، تعطيها للفقراء والمساكين. ولكن وإذا كانت على 5 سنوات تكون 187.5. الله يفتح عليك على هذه الحسابات الذهنية لتطمئن بالنسبة للزكاة يا شيخ. نعم، لا تخرجي زكاة ماشي من زكاة المال اللي تخرجي الفدية تاع الوالدة، لا. نعم. الزكاة المال هذا حق ربي في القرآن قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا عندك مثلا ليكيفالون تاع 100 مليون، طبعا احنا أقل من ذلك النصاب، ولكن على سبيل المثال نتاع الزكاة هذاك المقدار تخرجيه، إذا كان 100 مليون تاع الجزائر تخرجيه 2.5% معناه يعني 25,000 دينار، 2 مليون ونص. هذا المقدار تاع الزكاة تعطيه الفقراء والمساكين، هذا وحده. أما الفدية نتاع الوالدة تخرجيه من حر مالك من أموالك الأخرى باش الذمة نتاعك تبرأ والذمة نتاع الوالدة تبرأ. هل تكفي لشخص واحد؟ يعني للتوضيح لها كثيرا يعني نعم. في المسألة، هل تكفي الفدية لشخص واحد تجزئ ولا لا؟ هو تجزئ إذا لم يكن هناك فقراء. الأحسن كلما تبحثي على أكبر قدر ممكن من الفقراء ذلك أحسن وأولى. ولكن إذا لم تجدي فلا حرج، والحرج مرفوع شرعا، فلا حرج باش تعطيها للفقير الواحد. نعم. وكما يجوز أيضا هناك توكل لهنا، يعني ما هو الشرط فقط هناك في فرنسا، يتعذر عليهم يتعذر ذلك تبعث هنا للدشرة للمدينة الحي اللي تسكن فيها في البلاد والمعارف تاعها العائلة تاعها ويخرجوا. توكلهم ويخرجوا هذيك الأموال الفقراء والمساكين. وليس في ذلك حرج. بالنسبة لبنتها أيضا ستتزوج، فهل تعينها بمال الزكاة؟ أيضا هذه أموال الزكاة مديها للفقراء والمساكين الأصناف 8 اللي واردين في سورة التوبة الآية 60. تروحي ثم تلقاي 8 أصناف نتاع مستحقين للزكوات تمديها لهؤلاء. أما بنتك ساعديها بقدر ما تستطيعين من حر مالك الآخر. سؤال الثالث قد أجبتم على مثيله بالأمس شيخنا سعيد، بالنسبة لبنتها معوقة وهي في مركز للرعاية، مركز للمعوقين، يعني الآن هي تأكل من لحم الخنزير واللحم المحرم. للأسف يدخل باباها أخذاها عمرها 30 سنة، أخذاها منذ 18 سنة تقريبا. نعم. يعني وطبعا في هذه المراكز في أوروبا يقول لك احنا دولة علمانية لائكية، ما يدخلش الدين في هذه الأمور كامل، فبالتالي يوكلوا لحم الخنزير ويوكلوا لحم الحرام للصغار، يعني مش كامل ولكن الذين عرفوه عن طريق الاستقراء عن طريق السؤال الموثق، فبالتالي وحال هذه المراكز أيضا يوكلهم لحم الخنزير. نعم. طبعا هذا حرام. المسؤولية ماشي عليها هي، ذوك إذا كان معوقة كما قلتي مشلولة وبالك راهي مهمومة بالمرض نتاعها وما عندهاش إمكانات لكي تتيقن، هنا نقول لها تاكل بدل ما راهي كبيرة الله يبارك، قول لها تاكل من الحاجة الأخرى، بالخبز بشلاضة، ما أي حاجة اللي حلال والسلام أنتم جيبوا لها. شوفوا الشخص إذا كان بعيد عليكم كما قلت لكم في نيس بعيدة عليكم، كان وسائل الآن الله يبارك، وسائل التواصل، وسائل يعني كثيرة جدا، استثمروا هذه الوسائل من أجل يعني رفع الحرج، من أجل تيسير الحلال. هذه مسؤوليتكم باش هذا الأخت الله يشفيها ما تاكلش من لحم الخنزير، لأنه لحم الخنزير حرام. اجتهدوا وديروا إجراءات كما شرحنا البارحة، يعني طلبوا هي الوحيدة المسلمة الوحيدة في المركز. المسلمة الوحيدة يقول لك ما نقدروش نجيبوا لها لحم الحال وحدها، يقولوا لك هكذا. طيب ولكن أنت طالبي إذا كان ما قدروش يعوضوها ماكلة بحاجة أخرى، وليس شرط لا يعطى لها اللحم الخنزير لا يعطى لها، من حقكم يعني تحتجون وتطلبون. ارفعي هذا المطلب للمسؤولين على هذا المركز، ولا يضيع حق وراءه طالب، وإذا تعذر ذلك هذه مسؤوليتكم باش تجيبوا لها الماكلة الحلال. نسأل الله تعالى أن يرفع الحرج عن إخواننا المغتربين وما يعانونه من مثل هذه المشكلة، المشاكل اللي يعيشوها كثيرة جدا هذه الغربة. نعم. نور الهدى من تيزي وزو. نور الهدى ربي يحفظك يا بنتي. نعم. الله يبارك. يعني عندك أسئلة ما شاء الله تحتاج إلى ندوة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. نعم. هل يجب أن نفاضل يعني نفاضل في الحقيقة لغة بين العبادات؟ الجواب لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5. إذا حبينا لبريوريتي الأولويات راهي باينة في الحديث. طبعا بعد عقيدة التوحيد شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله تأتي الصلاة، وهكذا إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم كي بعث الصحابة يقول اذهبوا كذا إلى قوم كذا تجدونهم كذا وكذا، خبروهم بأن الله واحد، فإذا استجابوا لكم أخبروهم بأن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة،
علاش قلت هذه الأحاديث؟ باش نقول بلي الصلاة مقدمة على الصيام في الترتيب الأولوي، وإن كان يعني في بلادنا وفي بلاد المغرب العربي عموما اللي يصوموا أكثر اللي يصليوا، وهذا خل في الحقيقة، لأن الصلاة تسبق في الترتيب الأولوي يعني الصيام. ولكن حتى نطبق هذه الشعائر كما جاءت عن رب العزة وكما جاءت عنا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن المفاضلة إذا كان في العمل، إذا كان واحد مثلا يقدر يصوم كثير، الله يبارك الله يعينه، كاين اللي عنده قدرة على الصيام اثنين الخميس أيام البيض وكذا إلى آخره، كاين الآخر يقول لك لا نقدر النوافل للرواتب القيام الليل. وين لقيتي روحك يا الأخت الكريمة عندك قوة الله يبارك بعد ما تأدي الفريضة، بعد أداء الفريضة ما تقوليش هذا السنة طيب نصوم وما نزكيش، هذا لا يجوز. تقول لا نزكي ننفع الفقراء والمساكين ما صيامنا ما نصومش، لا. ولا بعض الناس يقول لك أنا ما نصليش ولكن نساعد الفقراء والمساكين وكذا، لا هذا كله لا يصح. ولكن أما في باب النوافل الشيء اللي عندك فيها رغبة أكثر، عندك روح قوية أكثر، قوم به والله الموفق. الفرق بين العقيدة أشمل من التوحيد. العقيدة أشمل في المعنى. نعم. التوحيد كاين توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. طبعا باش نشرح لك يا بنتي كل هذه المسائل تحتاج إلى وقت طويل، إن بقي الوقت سنفصل، وإلا في جلسة أخرى إن شاء الله. في جلسة أخرى إن شاء الله. أصول الفقه. نعم، الفقه وأصول الفقه. طيب كي نقولوا الفقه، نقولوا الفقه ينصرف إلى نوعين، إلى فقه العبادات وفقه المعاملات. أيضا نجيبوا على قولها فقه العبادات. نعم. فقه العبادات وفقه المعاملات، فقه الصلاة، فقه الصيام، فقه الزكاة، فقه الحج إلى آخره. وفقه المعاملات فقه نتاع التجارة، نتاع الإيجار، نتاع الاستثمار والعقود المختلفة، هذا فقه العبادة المعاملات. طيب أما كي يقولوا أصول الفقه، كلمة أصول عندها عدة معاني في اللغة العربية، إما المقصود بأصول معنى أسس، نعم. إما المقصود بكلمة أصول معنى أدلة الفقه، إما المقصود بالأصول معناها أصول المذهب، أصول كيقول مثل المذهب المالكي، نقول لك عمل أهل المدينة من أصول المذهب المالكي، وليس من أصول الفقه. وليس من أصول الفقه. نعم. هذا من أصول المذهب، من أصول المذهب المالكي، وهكذا. ولكل فقه أصوله. طبعا هناك أصول مشتركة بين المذاهب الفقهية جميعا، وهناك من يتفرد بأصول، وهناك من يتفرد بأصل من أصول. طيب أما كي يجمعوا ما في زوج كعبارة مركبة أصول الفقه معنى أدلة الفقه. كي يقول لك مثلا ما حكم الصلاة، تقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، هذا حكم. نعم هذا حكم. نقول لك الدليل في الأصول قاعدة أصولية تقول لك الأمر الوجوب، أقيموا الصلاة. نعم. إذن كي يقول لك ما هو الدليل على وجوب الصلاة، تقول الدليل التفصيلي الجزئي هو قوله تعالى أقيموا الصلاة، أو حديث النبي عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على 5 كذكر إقام الصلاة. إذن أصول الفقه معنى أدلة الفقه، معنى الفقه له أدلة في الكتاب وفي السنة. نعم. أجبت عن فقه العبادات. نعم. محمد مشلة في كلمة، المسألة المطروحة اتضحت لكم جيدا شيخ سعيد، هل يتزوج أو لا؟ وهل هي أخته أم لا؟ مادام يا الأخ محمد تقول عمي عنده زوجتان، الزوجة الأولى أنت رضعت منها. نعم. أنت رضعت منها، نسميوها مثلا فاطمة، نعطيو لها الاسم الزوجة الأولى. والزوجة الثانية أنت ما رضعتش منها، ولكن عندها أبناء، عندها أولاد، وهذو الأولاد رضعوا من فاطمة من الزوجة الأولى. معنى نقول لك يا الأخ محمد هذيك المرأة فاطمة اللي انت رضعت منها أم مرضعة تحرم عليك ويحرم عليك جميع أولاد يعني بناتها. فبالتالي إذا كان بنت الزوجة الثانية إذا كان رضعت من فاطمة اللي رضعت منها، مع تجمعكما أم واحدة مشتركة، أم مرضعة مشتركة، والزواج يحرم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا كان في الحولين وبالشروط الموضوعة. طبعا بهذه الشروط لازم يكون في الحولين. نعم. في الحولين ومهما كان مقدار الرضاع عملا بقول جمهور الفقهاء. نعم. كاهنة وفاطمة نرجئ سؤالهما إلى الأحد شيخ إذا بقي الوقت، وإذا لا انتهى الوقت تماما. ممكن نزيدوا لك نص ساعة؟ أبدا. خلاص. غدا إن شاء الله، ولقاءنا بكم يوم الأحد. يوم الأحد سنجيب على الباقي بحول الله وقوته. إذا نشكر مشاهدينا الكرام ونشكر المتواصلين والمتفاعلين معنا، نشكر فريق العمل كل باسمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.